شكون قال اللي الرسول قال؟ وشكون قال ان الناس ما كذبوش عليه؟ وشكون قال لك اللي نقلوا الاحاديث ما غلطوش، خصوصا وانه الاحاديث ما تكتبت كان في زمن البخاري؟ من الاخر شكون قال لك اللي الحديث الصحيح ومش غلط؟ تحب تضرب الاسلام، اضرب مصادر واللي هما القران والسنه. من غير ما نستحقوا باش نقولوا ان المعايير اللي يتعاملوا بها مع الاسلام ما يتعاملوش بها مع غيره، وتعرفوا علاش؟ يجاني لحظه كي تقول لي انه الاحاديث النبويه قاعدت فقط محفوظه في الاذهان حتى للجال البخاري كتبها، نقول لك راهي اسطوره. علاش؟ على خاطر الامام البخاري تولد 193 والصحابه رضوان الله عليهم كتبوا اكثر من 60 صحيفه في زمنهم، وجاوا التابعين واتباع التابعين كتبوا اكثر من 100 صحيفه في الزمن نتاعهم. وكان تحب تطلع اكثر اعمل طلع على كتاب دراسات في تاريخ الحديث النبوي لمحمد مصطفى الاعظمي. وكي جاء عمر بن عبد العزيز امر بالتدوين الرسمي للسنه باشراف رئيس اللجنه العلميه الامام الزهري، وهذا الكل قبل مرحله التصنيف اللي جاء فيها البخاري، وباعتبار انه الحكايه معروفه من غير ما نطولوا فيها. بول فيراباند في كتابه طغيان العلم يقول لك: ما الذي نعرفه عن القدامى؟ هل لدينا كتاباتهم؟ اول مخطوطات فيها كلام افلاطون جت في القرن الحادي عشر، في الوقت اللي افلاطون عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. هيك هو عاد باش نحسب لك 11 مع 5 16. افلاطون اللي بينه وبين اول مخطوطه فيها كلامه 1500 عام وما تلقاش شكون ينقده. اما الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اخترعوا علم كامل للحفاظ على الحديث نتاعو ينسفوا في كلامه صباح وليل. منهج ما عرفتش البشريه كيف في نقد كلام نتاع انسان مشى على الارض بشهاده حتى غير المسلمين. يقول العالم الالماني المار نيكر: ان الدنيا لم ترى ولن ترى امه مثل المسلمين، فقد درسوا بفضل علم الرجال الذي اوجدوه حياه نصف مليون رجل. سمعتوها نصف مليون ولا؟ يقول المستشرق الانجليزي برنارد لويس: في وقت مبكر ادرك علماء الاسلام خطوره الشهادات الكاذبه، فوضعوا علما كاملا لانتقاد الاحاديث والتراث، وهو علم الحديث. ويقول القس دافيد سامويل مارغريوث: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. منهج ما عرفتوش حتى امه في تاريخ الانسانيه. باش نقعد نعاود لك فيه. أقوى منهج لنقد الروايات التاريخية. كلمة الحديث الصحيح وراها مراحل نقدية كبيرة وعظيمة وعميقة برشا. أول حاجة، حديث ما فيهوش سند اللي هو سلسلة الرجال أو متن يترد تماما من ديوانة المحدثين. وعلى فكرة باش نكونوا واضحين، راهو سند اختراع إسلامي 100%. كي غزروا المحدثين الأخبار قال لك أسباب الخطأ فيها زوزة كهو، يا إما اللي نقل الحديث يكذب يا إما اللي نقل الحديث غلط. هك علاش قبل ما تعطيني السند، يعني شكون اللي قال لك الحديث والمتن، يعني ملفوظ الكلام، ما تحكيش معايا. جبت لي السند والمتن وقتها نبداو الخدمه. رجال السند تدرسهم وزاره الداخليه نتاع المحدثين واحد واحد. اسمه، لقبه، ولاده، اولاده، تاريخه، رحلاته، تلاميذه، مشايخه، مصنفاته، نوعيه الاحاديث والخصائص نتاعو. هذه مجرد بطاقه تعريف عاديه. لازلنا نسخنوا. وبعد كل راوي تخرج له البيان فيها الحكم على العداله نتاعو، كذاب او صادق او له. تجي وزاره الصحه نتاع المحدثين باش تحكم على المدارك العقليه والاهليه الجسديه نتاعو، سواء في طلب العلم او في نقل المعلومه. وبعد تجي وزاره التعليم تعطينا درجته العلميه من خلال علم كامل اسمه الجرح والتعديل، واللي جاوب لنا على سؤال: هل انه اللي نقل الحديث ينجم يحفظ او لا؟ يعني من الاخر عنده في مخه ولا؟ وكل حاله يعبروا عليها بلفظ دقيق جدا، كيما ثقه، ثقه، شيخ، لين، مدلس، امير المؤمنين في الحديث، كذاب، وضاع، واختار اللي تحب. قاعده بيانات نتاع نص مليون راجل فيها المعلومات هذه الكل، واللي ما نعرفوش عليه الحاجات الاساسيه ما ناخذوا عليه حتى كلمه، حتى كلمه لا. باهي يا سيدي، تاكدنا من اهليه كل راوي في السند. جي خدمه وزاره الخارجيه نتاع المحدثين. كل راجل من رجال السند هذا لازم يكون خذاء من الراجل اللي فوقه، ولازم تثبت إمكانية اللقاء بيناتهم على الأقل تاريخيا وجغرافيا وعلميا، أو الحديث يترد بسبب الانقطاع اللي فيه. كل راوي ياخذ من راوي آخر لازم يستعمل ألفاظ مضبوطة وعندها دلالاتها الخاصة. هك علاش مش كيما يقول الراوي سمعت من فلان، كيما يقول عن فلان، كيما يقول أخبرني فلان، كيما يقول أنبأني فلان. حاجة يعبروا بها على صياغة التحمل، يعني كيفاش الراجل خذا الحديث عن غيره، إما بالسماع أو بالقراءة أو الإجازة أو المناولة أو المكاتبة أو الإعلام أو الوصية أو الوجادة. وكل مشكلة في الاتصال بين الرواة في السند عندها اسمها الخاص. كيما المعضل مثلا هو الحديث اللي طاحوا منه زوز رجال ورا بعضهم السند، والمعلق هو الحديث اللي طاحوا منه رجال في أول السند، والمنقطع اللي طاحوا منه رجال في أي مكان من السند، والمرسل اللي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باهي يا سيدي، الراجل اللي معروف بالعلم يبقى إنسان، ينجم يغلط ينجم ينسى.
هيك علاش الوحدات المختصه نتاع المحدثين هنا تتدخل وتعمل لنا علم كامل اسمه علم العلل، وهو خاص فقط بالرجال اللي قال عليهم علم الجرح والتعديل راهم مريقلين. وكما قال البروفيسور الدكتور محمد الناصر الزعايري خادم أمه رقية، علم الجرح والتعديل هو طب عام وعلم العلل هو طب خاص. علم يلوج على أغلاط الناس اللي معروفين بالحفظ من خلال المقارنة بين الروايات متاعهم والتدقيق في حالاتهم ووضعياتهم باش يلقى لهم أغلاطهم. اللي خانته الذاكرة واللي ما عادش يشوف واللي شد وظيفة ضيعته على طلب العلم واللي يقرأ من الكتب وتحرقت له واللي كيف يقرأ مخه يخلط واللي جاهل الزهايمر آخر عمره. وتعملت علوم فرعية لأسماء الرجال اللي تشابهوا في الاسم والأنساب واللي أسمائهم تتكتب كيف كيف، واللي رواه عن بوه واللي بوه رواه عليه واللي شيخ رواه عليه والبلايص اللي تخللهم، وعلم تاريخ البلدان وعلم الوفيات ومدارات الروايات. بعد ما نتأكدوا من نظافة السند نتعداو للمتن، نتأكدوا انه المتن مش مخالف للقرآن او السنة او التاريخ او العقل او القواعد والاصول المتفق عليها، او انه اللي قال المتن ما عندوش اغراض عقائديه او اجتماعيه او تجاريه او سياسيه، كما اللي بيع في الهريسه ويحب يمشي تجارته في الهريسه اخي يعمل الحديث موضوع سماه الهريسة تقيم الظهر. بل انه ساعات واحد كي يغزر المتن يعرف انه ماهوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال يحيى بن معين: من لم يكن له فهم بالحديث يعرف صحيحه من سقيمه قبل ان ينظر في طريقه فلا ينبغي له ان يشتغل في طلبه. حاجه ما تخلينا كان نعتزوا بالدين متاعنا اللي اثمرنا اقوى منهج نقد تاريخي في العالم الانساني. اسد رستم يعمل كتاب اسمه مصطلح التاريخ، يحاول يستنسخ تجربه المحدثين ويالف علم كامل انطلاقا من كلامهم، واعترف بالقصور واستحاله توفير المعطيات اللي يوفروها المسلمين. أرقى منهج نقدي للأخبار التاريخية وصلوا له الأوروبيين كان في القرن التاسع عشر مع مدرسة الوثائقيين بتاع رانكا ويعقوب بوركارت. المنهج متاع المدرسة هذه أصلوا لانجلو والسينوبوس في كتابهم المدخل إلى الدراسات التاريخية. والشاهد من الحديث إنهم كي جاوا يحكيوا على النقد متاع الأخبار اللي يذكرها المؤرخ في كتابه وهو ما شافهاش، يعني النقد من الدرجة الثانية، قالوا باللفظ: مجامع الرواية العربية القديمة تعطي أسانيد الرواية، لكننا في الواقع العملي نفتقر دائما تقريبا إلى معلومات عن السند، فتظل المشاهدة مجهولة الصاحب، فإن كان القول مجهول المؤلف فقد خرج من يد النقد تقريبا. يعني من الاخر النقد التاريخي الحديث منهج بدائي وغير قابل للتطبيق لعدم توفر المعطيات اللازمه. الحاجه اللي خلات كارل بيكر يسمي المنهج نتاع المدرسه هذه بالسراب، ويجي ياكد له كلامه حسين مؤنس في كتابه التاريخ والمؤرخون، اللي يقول انه المحدثين قبل بداوا من النقطه اللي وصلوا لها الاوروبيين تو. هذاك علاش ما فماش نصوص تاريخية أصح من القرآن والسنة في التاريخ البشري مطلقا. مراحل نقدية دقيقة تخليك تتأكد أن الخبر اللي يوصل لك صحيح. الأحاديث اللي استخدموا فيها باش يطعنوا في صحة الدين هي ذاتها دليل على إعجازه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.